إذن وصلنا للمنعرج الأخير في البطولة ديال كأس إفريقيا. المنتخب الوطني المغربي أمام المنتخب السنغالي غدا في الساعة 8. عطوني التوقع ديالكم للمباراة، وكلنا كنتمناو المنتخب الوطني المغربي يفوز، وتكون واحد القتالية على هذا القميص هذا، وتكون واحد الروح وطنية على هذا القميص هذا. أهم مباراة في 25 سنة الأخيرة. كنا ما حضر، أنا الجيل ديالي ما حضرش على شي مباراة نهائية ديال كأس إفريقيا، خصوصا حنا كانت عندنا كبوة في كأس إفريقيا ديال 2004، الكبوة ديال الفهامي اللي كاملين كنا كنعرفوها، وكنا كنتمناو هذيك كأس إفريقيا نتوجوا بها وكنا نستحقوها. اليوم نحن نستحق كأس إفريقيا اللي مقامة في المغرب، اللي لعبنا عليها ونظمناها وما خلينا ما درنا على ودها باش نديوها. اليوم هذا هو المنعرج الأخير في كأس إفريقيا. كلنا كنتمناو والدعاء ديالنا كامل للمنتخب الوطني المغربي غدا إن شاء الله يفوز بكأس إفريقيا. هذه هي أهم مباراة. كنتمنى جميع الناس بالدعاء لهذا المنتخب هذا، وتكون فرحة عارمة على المملكة المغربية غدا إن شاء الله، ويفرحونا اللي حنا كنا كل الهم ديالنا لهاد البطولة هذه ولهاد الكأس الغالية. هاد الكأس الغالية هي همنا الوحيد حاليا. كنتمناو غدا نتوجوا بكأس إفريقيا وندخلوا الفرحة لأي بيت في المملكة المغربية، أي دار في المملكة المغربية. كنتمناو الفرحة تعوم أرجاء المملكة المغربية، نتمناو كلنا دعاءنا المنتخب الوطني المغربي والتوفيق بالتوفيق إن شاء الله غدا.